السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة يعني أنا بقول لنفسي معاكم إن إحنا مش لازم نبص. يعني من النهاردة مش لازم نبص تحت رجلينا، لازم نبص لقدام. ناخد بالنا كويس قوي احنا بنزرع ايه في ولادنا، عشان هو ده اللي هنحصده بعد كده. ما نرجعش نزعل، يعني احنا مثلا ما نبقاش زارعين بصل وقاعدين مستنيين مانجا. لا. انتي زرعتي بصل فانتي هتلاقي بصل في الاخر. زرعتي تين شوكي هتلاقي تين شوكي هيطلع عينيكي والشوك هيدخل في ايدك ويبهدلك. زرعتي بقى مانجا، زرعتي تفاح، زرعتي اي حاجة جميلة هتحصديها بعد كده. اي سلوك عند الطفل لو نكشنا كده وجرينا وراه وحبينا نعرف هو جاي منين، هنلاقيه جاي من حاجة من هنا من جوه. كل حاجة ليها شيء داخلي جوه. فعشان كده احنا لازم نركز على اللي جوه ده قوي. لما نيجي نربي ونعلم ما نركزش على الاكل والشرب بس، عادي اي حد في الدنيا يعرف ياكل ويعرف يشرب ويعرف يغير، يعرف يعمل كل الحاجات دي، يهتم بالنظافة والاكل والشرب. لكن لازم اركز بقى في الجزء النفسي، لازم املى هنا، اركز كده انا بدخل هنا ايه. ولازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي ان الطفل مش بيترجم كلامك، لا، هو بياخد تصرفاتك وافعالك، هي دي اللي بيمشي على اساسها. علشان كده في مثل كده بيقول ايه، من شبه اباه فما ظلم. فيعني انت ما تبقاش بتعمل مثلا عصبي وصوتك عالي وعلى طول غضبان وعلى طول بتمسك اي حاجة تحدفها، ولما يجي ابنك يعمل كده تستغرب جدا وتقول ايه ده، هو ليه بيعمل كده؟ لا، ما تستغربش، ما هو ولادنا عاملين زي السفنجة، بيشربوا كل التصرفات اللي بنعملها. تلاقي بقى البنت لو مامتها بقى بتقف تحط ميك اب ومهتمة بشعرها ومهتمة بنفسها في البيت، هتبص تلاقي البنت طالعة بتعمل كده برضو. لو مثلا الاب بيدخن، هتبص تلاقي الاولاد في مرحلة من المراحل بيدخنوا زيه. قبل المرحلة دي كمان هتبدأ تشوف انت علامات ومؤشرات، ماسك القلم عامل نفسه كأنه بيدخن. آه، كل حاجة احنا بنعملها هم بيشربوها، بيحاولوا يقلدونا. فاحنا نركز بقى نشوف احنا عايزين نحصد ايه بعد كام سنة، نزرعه بقى من دلوقتي. واهم حاجة ان احنا نملى الخزان اللي جوه ده، نملاه حب. نملاه حب وحنية على قد ما نقدر، مش بالكلام طبعا، لان زي ما احنا اتفقنا الطفل مش بيترجم الكلام، الطفل بيترجم الافعال. فانا املى بالافعال. ومهما حاولت اعاقب او يعني اكون مثلا يعني في حزم شويه سواء بالنسبه للام او للاب، ده ما يتعارضش خالص ان احنا نبقى حنينين وان احنا نظهر لهم في كل وقت قد ايه احنا بنحبهم. الموضوع ده بقى بيبتدي من والطفل جنين في بطن امه. ازاي الكلام ده؟ اه. وناس كتير بتهيألي يعني نسبة كبيرة دلوقتي بسبب الوعي عارفة النقطة دي. في نسبة برضو مش عارفة وتقولك لا ايه، يعني هو حاجة كده جوايا هما مش حاسبينه اصلا، هو ما بيتحسبش لما بيطلع، اما بيتولد. وكمان في بعض الاحيان وهو لسه صغير كده اللي هو اي حاجة مرمية وخلاص كده على السرير مش بنهتم بيه، بس فرحانين بيه بس شوية بالاول، وبعد كده بقى بنسيبه يعيط ويتفلق ويعمل كل اللي هو عايزه. الطفل من لما بيبقى عنده 6 شهور، لما بيبقى عمره 6 شهور في بطن أمه، بيبقى خلاص كائن بقى بيسمع وبيحس بكل حاجة. فأنا أركز بقى، يعني ما تعملش معاه على إنه لا شيء. أنا مبسوط وفرحان والأم مبسوطة وفرحانة إن جاي بيبي، بس إيه هو مش حاسس بحاجة. لا، لازم مثلا أطبطب على بطن الأم تحاول تحط إيديها على بطنها وتتكلم مع الطفل، تنقي الحاجات اللي هتسمعها، تحاول مثلا تسمع موسيقى هادية، تسمع قرآن بشكل مستمر، تقرأ كتير بصوت عالي. الحاجات دي كلها بتأثر على الطفل. تحاول تبقى هادية على قد ما تقدر، يعني بلاش بقى ان على طول النرفزة والخناق والعصبية، وبعد كده يجي الطفل يتولد يبقى هو لسه عمره ايام وعمال ياكل في نفسه ويعيط ويتشنج بايديه ورجليه ويقولك اصل هو طالع عصبي زي باباه. لا، السلوكيات دي ما بتتورث، دي بتبقى مكتسبة، بيكتسبها من البيئة اللي حواليه. الاكتساب ده
بيبقى من وهو جنين في بطن امه، يعني من وهو جنين ممكن يطلع بعدها بكام يوم عصبي، لان انتي كنتش على طول متنرفزة ومتعصبة ومحروق دمك. لاحظوها كده الامهات اللي على طول متعصبة ومتنرفزة في فترة الحمل، هتبصوا تلاقوا الطفل طالع عصبي. فنحاول بقى نركز من وهو كده صغير في بطني، انا اركز معاه وانقي الحاجة ديت. الطفل حتى سبحان الله، يعني لو الام بتحب القراءة او بتقرا كتير وبصوت عالي في فترة الحمل، هتلاقي الطفل طالع كده مثقف وبيحب القراءة. فنركز كمان بقى. الطفل لما بيتولد وهو صغير، هو بيميزنا بايه؟ يعني بيميز الام بايه؟ بيميزها من نبضات القلب. كل شخص ليه نبضة قلب مختلفة، ليها بصمة مختلفة عن ايه، عن نبضة القلب اللي موجودة عند شخص تاني. علشان كده هو الأول بيميزها بنبضة القلب، وبعد كده بيبدأ يعرف الأب والأم من نبرة الصوت، وبيعرف انت حزينة ولا كويسة مبسوطة من نبرة صوتك. فنحاول بقدر الإمكان برضو وهو صغير، لأن بيبقى في حلقة وصل لسه ان انا برضعه، ما ينفعش ان انا ارضع وانا دمي محروق ومتعصبه. في هالات كده طاقه بتبقى حوالين كل شخص فينا. الطفل الهالات اللي عنده دي بتبقى ايجابيه، وهو بيحرق اي طاقه سلبيه بتجيله. طيب انا لو طاقتي سلبيه وجيت حضنته، الطاقة دي هتتحد مع بعض وهتعمل لي طاقة إيجابية. فعشان كده الواحد موده بيتغير لما بيحضن بيبي كده صغير أو بيحضن طفل. طب ده معناه ان انا بقى خلاص يعني افتري عليه وابدا بقى ان انا متعصبه ومتنرفزه وعلى اخري خلاص بقى هالات الطاقه حواليا مولعه، فاروح واخداه بالحضن؟ لا، حرام عليا، انا اسيبه لشخص تاني. املى بقى خزانات الحب على قد ما اقدر. لما اجي اعاقب، وانا بعاقب اوصل للطفل انا بحبك، وده ملوش علاقة بالحاجة اللي انا زعلان منك في السلوك اللي انت عملته، لكن انا بحبك ومش زعلان منك انت شخصيا، انا زعلان من السلوك اللي انت عملته. لان الطفل في الفترة دي مش بيميز، هو كل حاجة بابا او ماما بيعاقبوني عليها او متضايقين منها، يعني هما كده بيكرهوني. لا، انا احاول اوصله. على قد ما تملى خزان الحب ده، على قد ما هتلاقي بعد كده. ممكن انت تهتم بالفلوس وان انت تغيري وتلبسي وتهتمي بنظافته وباكله وبشربه، وما تهتميش بقى باي حاجه تخص العاطفه والمشاعر. هتلاقيه بقى طالع جامد كده عليكم. ما عندي، ما فيش مشاكل، ممكن كل اول شهر يجوا يديكوا الفلوس، انا خلاص انا ببر، هو انا بسأل عليكم وبدي فلوس، بس كل شهر مرة. فين بقى هنا؟ مفيش هنا. ما هو انتي ده فاضي من الاول، انتي ما مليتهوش. نزرع صح علشان نحصد صح. يا رب اكون فدتكم، ولو فدتكم اتمنى منكم ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.